اعذروني لأن الوقت حقيقة معناها قصير. باش ناخذ آخر سؤال من السيدة ليلى البحرية. ما زالوا فرص أخرين، كل احنا ما زلنا في بداية المؤتمر. السيدة ليلى البحرية، قاضية وكاتبة دولة سابقة للعلاقات الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأضيف على صفتي تلك حاليا وناشطة رئيس مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. بداية أشكر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي وفر لنا دائما فرصة اللقاء وتبادل الآراء ومختلف التجارب في بلاد الثورات العربية. بداية نحب نقول أني أتفق في كثير من النقاط التي جاءت في كلمة الشيخ راشد الغنوشي، وأعتبرها تقييم لمرحلة سنتين من حكم الترويكا. ولكن أقول ربما أنه لو من خلال معناتها الترويكا وتشكيل الحكومة لو وقع التفكير أكثر في حكومة الوحدة الوطنية لما وصلنا إلى ذلك. ولكني لا أتفق معه بخصوص تقييم الحوار الوطني. يؤسفني أن أقول، وربما لا يعجب هذا الكلام البعض، أن الحوار الوطني كان مفروضا من القوى المضادة للثورة. لومي على أحزاب الترويكا وخاصة على حركة النهضة كحزب أغلبي أنه كأني بها لم تكن واعية بحجم هذه الثورة المضادة، لأن النظام القديم ليس رأس النظام، ليس حكومة، ليس برلمانا فقط، هي منظومة متفشية ومتغلغلة في كل مفاصل الدولة وفي كل مفاصل المجتمع. وطبيعي أنه خوفها من فقدان مواقعها، فقدان امتيازاتها، جعلها تتحالف، وخاصة بعد الانتخابات وعدم رضاها عن هذه الانتخابات جعلها تقرر ووصلت إلى ذلك هو إسقاط الشرعية، إسقاط السلطة الشرعية. أنا خوفي أنه في المستقبل من لا ينجح في الانتخابات سيلتجئ إلى الشارع، سيلتجئ إلى هذه القوى المضادة للثورة والتي لا زالت موجودة. فإلى حد الآن المؤسسات التي كانت ركائز للنظام القديم لم تصلح، من أمن، من قضاء، من إعلام وغير ذلك. واتفق كذلك مع الشيخ راشد الغنوشي أنه عديد من الأصوات الآن بدأت تنادي بتأجيل الانتخابات. خوفي أن تؤجل هذه الانتخابات إلى حين أن تتقوى هذه الثورة المضادة، وبالتالي دعوة إلى الجميع إلى الحذر واليقظة. فالانتخابات حسب الدستور وحسب مصلحة البلاد لا يجب أن تتجاوز نهاية سنة 2014. وشكرا. شكرا. هناك صعوبات لا شك أمام الخيار الديمقراطي تحدث عنها عدد من السائلين. صعوبات في الإعلام، في المال السياسي، في جملة من الصعوبات، ولكن المجتمع التونسي الذي فجر هذه الثورة حريص على أن يمضي بها إلى نهايتها في إنتاج دولة ديمقراطية حقيقية. هذه الإرادة هي التي تغلبت في النهاية على الثورة المضادة التي عملت على أن تعيق هذا المسار من خلال تعطيل آلة الإنتاج الاقتصادي،
استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة، ولا شك أن ظروف العمال وظروف الموظفين في تونس يعني صعبة، لا شك المجتمع التونسي يعيش شدة. استغلال هذه الأوضاع الصعبة كان بهدف إعاقة القطار التونسي أن يمضي إلى هدفه، ولكن القطار وضع مجددا على السكة. وأنا لا أشترك مع الأستاذة كريمة بحرية اللي اعتبرت أن الحوار الوطني فرضته الثورة المضادة. الذين شاركوا في الحوار الوطني قد تكون نواياهم مختلفة، والله أعلم بالنيات. قد يكون بعضهم دخل الحوار الوطني حتى لا يعزل، حتى لا يقال بأنه ضد الحوار، ولا أحد يريد أن يقدم نفسه أنه ضد الحوار، ولكن يمكن يكون بعض من دخل هذا الحوار كان بنية إفشاله، بل البعض منذ اليوم الأول وحتى النهاية كان يقول هذا الحوار سيفشل. ولكن لماذا دخله ليحمل عبء الفشل على طرف آخر في الحوار ويطلع هو سلامات. ولكن النية الطيبة تغلبت. الذين دخلوا الحوار ومنهم النهضة دخلت الحوار منذ البداية بنية إنجاحه، وبذلت ثمنا باهظا من أجل إنجاحه، لأنه هناك من دخل الحوار بنية إبعاد النهضة عن الحكم فقط. النهضة استعدت، قالت مستعدة نعطي الثمن هذا، ولكن المقابل شنو؟ المهر شنو؟ المهر هو الحكومة، نحن مستعدين نتخلوا عن الحكومة، لكن المقابل هو أن يكون لتونس دستور. بعض الجهات كانت تريد فقط أن الحوار الوطني يقصي النهضة وينتهي الأمر، ولذلك كنا خلال الحوار نلح على التلازم بين المسارات، بين مسار استقالة الحكومة وبين المسار الدستوري أن يكون، وبين المسار الانتخابي. لأن الحوار الوطني فيه 3 مسارات: استقالة الحكومة، قيام دستور، انتهاء الدستور، وقيام هيئة انتخابية. نحن كنا البعض كان يريد الحصول فقط على مطلب واحد هو إقالة الحكومة. نحن قلنا ماذا ماشي قال للحكومة إلا أن يكون لتونس دستور، وبالتالي علامة النجاح بالنسبة لنا أن رئيس الحكومة يوقع على الدستور. ووصلنا لهذا في النهاية، وصلنا أنه المسارات 3 نجحت، مشاوا مع بعضهم: استقالة الحكومة والدستور والهيئة الانتخابية. وبالتالي الحوار الوطني نجح بقطع النظر عن نوايا كل من شارك فيه، والنوايا ربي أعلم بها، والسياسة مدارها على النتائج. النتيجة كانت جيدة، كانت ضد الدولة العميقة والثورة المضادة. الثورة المضادة كانت تريد إفشال الحوار لأن مراهنة على الفوضى والعودة إلى القديم، ولكن الحوار الوطني نجح، والثورة نجحت، والانتقال نجح إن شاء الله. الحركة الإسلامية متعددة، نعم متعددة. نحن لم نزعم يوما منذ دخلنا الحياة السياسية سنة 81 قلنا في بياننا التأسيسي: نحن لا نزعم أننا ناطقون باسم الإسلام. الإسلام كبير، أكبر من نهضة وأكبر من تونس وأكبر من لا يمكن لدولة ولا لحزب أن يستوعب الإسلام. ولذلك من يدعي أنه ناطق باسم الإسلام مغرور. ومعنى من معاني ختم النبوة كما يقول محمد إقبال، معنى من معاني ختم النبوة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، معناه ما عادش واحد عنده الحق ينطق باسم السماء، باسم الإله، يقول أنا ممثل الإله في الأرض. الأمة كلها هي التي تمثل الإسلام، وليس فصيلا منها صغير هو النهضة. هل نجحت حكومتا النهضة ولا فشلتا؟ هذا خصوم النهضة يدندنوا باستمرار أن النهضة فشلت وأنها خرجت من السلطة لأنها فشلت. النهضة فشلت ولا نجحت هذا
بأي مقياس باش نقيسوا النجاح والفشل؟ إذا قسنا النجاح والفشل في الديمقراطيات، الشعب هو اللي يحكم عليه خلال الانتخابات، ولذلك الانتخابات القادمة هي اللي باش تحكم على النهضة فشلت ولا نجحت. إذا جدد للنهضة في الانتخابات القادمة معنى ذلك أن الشعب حكمها إيجابي، مش معناها أنه هو ما عندوش مؤاخذات عليها، ولكن مالي على فارغ يرى بأن النهضة خير من غيرها. قد يكون المقياس آخر على الفشل والنجاح، ما هي مهمة المرحلة؟ هل مهمة المرحلة القضاء على البطالة في تونس وإحداث نهضة اقتصادية؟ هذه مهمة الحكومة اللي كانت مدتها سنة في الحقيقة ولكن أخذت سنتين. مش هذه مهمتها إنجاح الانتقال الديمقراطي، وإنجاح الانتقال الديمقراطي معناها أن يكون لتونس دستور وهيئة انتخابية وتمشي الانتخابات. ولذلك توقيع حكومة النهضة على الدستور هذاك علامة نجاح، على أنه حققت أوفت بما وعدت أن تمكن التوانسة من دستور مكنتهم من ذلك، تمكن التوانسة من أنهم يوصلوا إلى مرحلة قادرين على أن يجروا انتخابات حرة مستقلة حديثة، هم قادرون اليوم، ولذلك هذا نجاح. بعد ذلك النجاح الاقتصادي مسألة نسبية بالقياس للحكومة اللي سبقتنا، نحن وجدنا الاقتصاد 2 تحت 0 طلعناه ل3، هذا يعتبر نجاح. بالقياس إلى القضاء على البطالة ما قضيناش على البطالة، ولا هذه الحكومة ستقضي على البطالة ولا التي ستليها، وإنما المسألة هل سنتقدم خطوة على هذا الطريق وإلا سنتأخر. وأيضا النجاح والفشل أيضا باش ما نظنوش نحن التوانسة بأنه نحن نمط خاص من البشر، نحن مطلعين التوانسة. خلينا نقيس أنفسنا بالحالات المماثلة، ثم 5 ثورات في العالم العربي تمشي مع بعضها، لما نقارنوا حالنا بالثورات الأخرى كيف نجد أنفسنا؟ ناجحين ولا فاشلين؟ نجد أنفسنا نموذج مشاع في العالم. فلماذا نحن نهون من أنفسنا نحن التوانسة ونخمش وجوهنا ودائما نقولوا فاشلين؟ نعم حققنا نجاحات كبرى ولكن عندنا إخفاقات. إصلاح التعليم والتعريب هذا ملف كبير ومطلوب تناوله، لأن تونس هذا هو رأس مالها التعليم. وأهم الإفساد الذي أحدثه بن علي هو إفساد في التعليم، دمر المؤسسة التعليمية، دمر المنظومة التعليمية. ولذلك ما يجيش حد يدافع عنا على بن علي، جريمة. الدفاع عن بن علي جريمة، لأنه أجرم في حق تونس، دمر العقل التونسي، دمر المؤسسة التعليمية، جعل الناس الكل تنجح ماشي طول تحبوا تنجحوا شهايد، هؤلاء تقفوف متاع شهايد وأكوام متاع بطالة لا يعرف لا لغة فرنسية ولا لغة عربية ولا إنجليزية ولا فأي تعليم هذا؟ دمار هذا. ولذلك الآن بعد ما كانت المدرسة العمومية معنا مدرسة الدولة تعتبر هي المدرسة اللي التوانسة يحرصون على أبنائهم، التعليم الخصوصي هذا كان في تونس قبل يمشوا له الناس اللي متعثرين. الآن انقلب الأمر فأصبح الناس المتمولين يأخذون أطفالهم إلى المدارس الخاصة، لأن المدرسة العامة لا تكاد تعطي شيئا. التشبيه بالطبقة السياسية في تونس هذا مطلوب، والذي تحدثت عنه ما عندوش علاقة بما تقول. اللي تحدثت عليه هو تحدثت عليه أنا ما عندوش علاقة، لأنه بورقيبة مش كونه هو كبر فقط، فقد مداركه العادية، واللوم مش عليه واللوم عليه أيضا. ولكن الإطار الدستوري الذي قبلته الطبقة السياسية في كل تلك الأوقات وأقر رئاسة مؤبدة، كل أولئك مسؤولون،
وينبغي أن يعترفوا بتقصيرهم في هذا، أن وصلوا البلاد إلى مرحلة معناها مرحلة انسداد. وللأسف اليوم الناس اللي يتكلموا على البورقيبية يتكلموا على إنجازات، نعم، في التعليم والصحة إلى آخره، ولكنهم يتجاهلون هذا الأمر، يتجاهلون أنه أقام نظاما مغلقا غير قابل للإصلاح من داخله. بينما مشروع الإصلاح التونسي منذ القرن التاسع عشر هو إقامة حاكم مقيد السلطة. سلطة الحاكم ينبغي أن تقيد بالقانون بالدستور، ولذلك جاءت من هنا فكرة الدستور، أي تقييد سلطة الحاكم. دولة الاستقلال أقامت حاكما مطلق السلطة، ولذلك ينبغي لنا نحن التونسيين الوارثين مش من دولة الاستقلال، دولة الاستقلال والبيات ومن مئات السنين ونحن نورث. الأمة هذه نحتاج إلى أن نظل في حالة يقظة لمنع عودة الدكتاتورية، لأن ثقافة الحاكم الفرد، الحاكم المستبد، سواء في حزبه وإلا في أسرته وإلا في مدرسته وإلا في إدارته، القيادة المنفردة هذه ثقافة راسخة نحتاج إلى علاج عميق حتى ننتج ثقافة أخرى، ثقافة التعددية والحرية والشورى والديمقراطية والقيادة الجماعية التزام الأقلية بقرار الأغلبية واحترام الأغلبية للأقلية. هذا يحتاج إلى جهد تثقيفي مش هين. شكرا لكم. شكرا. أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى أن البرنامج عندكم يعني في الملفات الآن عندنا استراحة بربع